نيجي بقى للنقطة اللي كانت يعني كانت صراع كبير جدًا، أنا يعني عانيت فيه يعني. كتير من الناس فاكرة إن الباحث الشخص اللي بيبقى scientific ده والشخص الباحث ده، هو كده شخص لازم يقعد طول أو أنا كنت فاكرة كده بصراحة، إنه بيقعد في المعمل. بُصّوا ما تطلعونيش برّه المعمل، أنا جوّه المعمل أو في الجامعة أو أيًا كان، قولوا لي أنتم عايزين إيه وأنا هاتصرّف، تمام؟ بس الواقع بقى يعني عكس ده تمامًا. أنت بتبقى حرفيًا العلم ده لو ما عرفتش أنت تخرّجه برّه المعمل ويتحوّل لحاجة فعلًا الناس تستخدمها، ويبقى مش بس مجرّد ورق أنت بتكتبه أو كلام أنت بتكتبه في ورقة وخلاص، فمش هيبقى ليه لازمة. ودكاترة كتير جدًا أبحاثهم محطوطة في الدرج يعني اتكلّمت معاهم، يعني مش هاقول ندمانين بس still ما كانش ليه لازمة إن هو ما يكونش على دراية شوية بالbusiness. ولكن الرحلة من إن أنت تخرّج بقى العلم ده من المعمل للbusiness هي ما بتبقاش سهلة، بس على فكرة هي ممكنة يعني كلنا نقدر نعملها، هي بس محتاجة خطوات بسيطة يعني. فأنا قُلت لكم قبل كده أنا عِشت الموضوع ده، إنه أنا في البداية كان الشخص الفلاني اللي هو أحمد بدوي الfounder الأساسي بتاع نيوبترا، كان هو شخص business جدًا، وكان دماغه business بس، بيتاجر من وهو صغير، فهو business بس، وأنا أكاديميا بس. فييجي لي أنا عايز كان محتاج حد في الR&D، فساعتها بدأت أنا معاه الstartup وبدأنا نحط الbasic knowledge وبدأت أفهّمه يعني إيه الحشرة دي ليه بتطلّع البروتين بالنسبة الفلانية، وحلّلت وضبّطت وجرّبت. فهي إيه بقى يالّا نجرّب نكبّر شوية على الpilot scale، فيقول لي البيض بيموت الlarva بتموت ليه؟ فاقول له ادّيني بس أسبوع، ما فيش وقت، لازم دلوقتي. فده اللي أقصده، إنه أنت في الlab إحنا قاعدين رايقين، لكن الناس اللي بيبقى معاها الbudget والناس اللي برّه معاها الفلوس بتعاني. فلازم الR&D يعني يبقى على دراية قوية جدًا، جدًا بالbusiness. فأول حاجة لازم تبقى عندنا هي إن أنا أعمل transferable skills، يعني إن أنا أشوف شنطتي مثلًا إحنا عندنا حشرة وعندنا organic waste، ده اللي موجود جوّه الشنطة، جوّه الfield بتاعي. اللي بنعمله بقى جوّه في المعمل ده مش بس مجرد إن أنا بأكّل اليرقة أو ال ال بأكّل اليرقة الwaste وأقعد جنبها أشوف هتكبر لأ، الكلام ده ده كده ده كده ما يأكّلش عيش زي ما بيقولوا تمام. اللي باعمله لازم إن أنا أحلّل البيانات، مش بس أقعد أتفرّج كده وأشوف هتكبر إزاي، أحلّل البيانات، أشوف لو هي حصل مشكلات في النمو بتاعها، في حجمها، في حركتها، هل بدأت تتحرك ببطء، طب بتتحرك ببطء ليه؟ ممكن تبقى درجة حرارة، أضبّط الحرارة. ممكن تبقى الرطوبة، أحط شوية مَيّة في الأكل. لازم المشكلات دي أبدأ أحلها وأحلل البيانات، أنا حطيت كام كيلو هنا وطلع كام، وحطيت قد إيه كام جرام بيض، وبعد أسبوع الجرام ده وصل لكام الجرام بيض ده كبر قد إيه، والrate اللي كبره ده هل هو مناسب والّا مش طبيعي. وأبدأ أحلل البيانات بناءً طبعًا على الreference بتاعي الscientific reference بتاعي من أبحاث تانية، وابدا بقى اخطط تجارب. يعني التجربه مش مجرد بس ان انا هجيب كميه كبشه من هنا على كبشه لا، اخطط تجربه، اشوف الميثودولوجي بتاعها فروم اي تو زد. انا هحتاج ايه، هحتاج الوصفه بتاعت الطبخه بتاعتي. انا هعمل كيكه، انا هخش كده اروح جايبه بيضتين من الثلاجه وكل شويه اخش الثلاجه اجيب منها حاجه، لا اجهز بقى الوصفه، اجيب بيض ودقيق وفانيليا واحطهم كلهم واشوف كل الكيكه عشان تطلع بالشكل المعين اللي انا عايزاها استخدم قد ايه من كل انجريدينت، واحطهم بأنهي طريقه وايه قبل ايه. واحتاج ايه، احتاج مضرب يعني كتول، احتاج مضرب واحتاج طبق واحتاج سباتيلا، احتاج ايه بالظبط. لازم تجهز الحاجات اللي جوه شنطتك، ولازم تفكر تاني تفكير كريتيكال. انا قلتها كتير وبعيدها كتير، ما ينفعش ان انا بلايندلي كده اعيد نفس الكلام اللي بيتقال في الريسيرش. لا، طب ما انا ممكن بدل ما احط كذا احط كذا، لان دي سعرها غالي. الماده ايه سعرها غالي جدا. طيب الماده ايه دي الكيميكال انجريدينت بتاعتها او الكيميكال كومبوزيشن بتاعها بيحتوي على مثلا الاكس ماده، مثلا اكس سبستانس. الاكس سبستانس دي موجوده في ايه تاني؟ والله موجوده في سبستانس واحد واثنين وثلاثه. طب خلاص، ما انا ممكن بدل ما احط بيكنج باودر احط بيكنج صودا، لان الهدف هما الاثنين بيحققوا نفس الهدف، واحد اغلى واحد ارخص. فلازم افكر تفكير نقدي عشان ده اللي هيعمل انوفيشن. تمام. ايه تاني؟ حاجه تانية برضو، تاني حاجه يعني لازم طبعا كل القصه دي كلها نظبطها. احنا عملناها في الشركه عندنا، كان احنا بنعمل تجربه معينه، فكنا بنشوف نوع النفايات. هل الحشره دي اما تاكل فضلات من المطعم او الفندق
تبقى فضلات المطاعم والفنادق يا جماعه بتبقى فيها كارب، بيبقى فيها بروتين، بيبقى فيها خضار، فاكهه، الياف، معادن، بتبقى فيها كل حاجه. ولا لو جربنا نحط معاها الفضلات الزراعيه اللي هي بتبقى اغلبها بيبقى فايبرز، فنجرب الاثنين نشوف الفرق. والله طلع بقى ايه؟ طلع ان اللارفا اللي بتاكل الفضلات العضويه اللي من المطاعم والفنادق البروتين فيها بيكون اعلى، ولكن نسبه الفراس ده اللي هو الفضلات بتاعتها بتبقى اورجانيك فيرتلايزر، نسبه الفراس بتكون اقل. ولكن اللي بياكل فضلات زراعيه اكتر، الياف اكتر، بيطلع لي فراس اكتر. اذا ده تو ديفرنت برودكشن لاين. انا عايزه اطلع بروتين يبقى اكل لي هنا مطاعم وفنادق، لو عايزه اطلع فراس او اورجانيك فيرتلايزر اكل لي هنا اسفه اجريكلتشر ويست. فهمتوا قصدي؟ ده اللي اقصده هنا التركه، ان انت ممكن بالتحليل بتاعك ده تطلع تو ديفرنت برودكت بتو ديفرنت بوتنشال. فاهمين قصدي؟ فهو ده اللي اقصده، ان انت لازم تجمع كده شنطتك فيها ايه، هتستخدم ايه، المواد اللي انت محتاجها ازاي، ايه الحاجه اللي هتضيفها، الحاجه اللي هتشيلها، وبناء على ايه صفتها وبناء على ايه شلتها. فاهمين قصدي؟ فدي اول حاجه لازم تبقى عندنا. تاني حاجه، لازم اخرج بره دايرتي. ليه؟ لان انت ممكن تبدا فكره وتكتشف ان الشركه تانية عملتها وفشلت فيها، خسرت، فانت بقى ماشي في طريق اخرته خساره. عشان كده نيجاتيف ريزلت از بوزيتيف ريزلت، وعشان كده اي بحث هينفي النظريه هو بحث، وبحث قوي كمان. فلازم تخرج بره دايرتك، تخرج بره المعمل وتشوف الشركات بره وجوه عملوا ايه. والله لان الشركات هنا في مصر بتخسر، بيخسروا، يعني هم فعلا ليترلي بيخسروا ليه؟ لان اسعار الفضلات العضويه زادت. طب يا جماعه هنعمل ايه؟ الفضلات العضويه زادت ليه؟ محدش يسال بقى، هم بيجمعوا بس فند وخلاص. ولينا نتورك جوه الشركات دي بنعرف هم ليه بيخسروا. فهي دي الفكره، ان انتوا جوه تيم ار ان دي مش عارفين يحلوا المشكله دي لحد دلوقتي وبيخسروا. فهل ده معناه ان انا هكمل في الطريق ده للاخر؟ لا، محتاج بقى هنا احنا نعمل بوز ونفهم ليه الويست بيزيد يا جماعه، لان ده السبب الرئيسي. سعرها غلي فمش هنعرف نبيع، ده هيأثر على السعر النهائي فمش هتعرف تبيع بالسعر النهائي. شفتوا يا جماعه؟ ده اللي اقصده، الار ان دي مش بس معمل، لازم بزنس. فده لازم يبقى تخرج بره دايرتك وتعرف الناس دي بتخسر ليه وتحل المشكله دي. الويست سعره زاد، طب في حل؟ ممكن يبقى حل جيناتيك على فكره، ان انت تخلي اليرقه جيناتيكالي تقدر تباي كونفرت اول انبوت اللي هتدولها، which is على فكره غالي جدا. بس على الاقل احنا حاليا فهمنا التركه فين، وشغالين مع دكتوره يعني. ف ده اللي اقصده، ان انت مش بتسويتش الفكره بس بتحل البروبلمز اللي بتطلع بناء على انك خرجت بره وبصيت. لا ده، طب تعالوا بقى يا جماعه نشوف ليه ده حصل. انت بتحل مشكلات بره ليك، مش للشركه طبعا التانيه. بس فلازم تخرج بره دايرتك، لانه حرفيا لو انت عشت في الدايره المقفوله انت هتموت، لان انت في الاخر هتخسر. انت مش عارف بره الناس بتخسر ولا لا، انت قاعد جوه المعمل متقوقع مش عارف ايه اللي بيحصل بره. فلازم تفتح نفسك كده لدوائر جديده وتشوف، سواء بقى تحضر مؤتمرات، ورش تتكلم فيها مع الناس مثلا من شغالين في نفس البيزنس، من استثمارات، او حتى ممكن يبقى متخصصات مختلفه. الدايره دي نفسها بتفرق. حتى لو تخصص بعيد انت بتعرف المايند سيت بتاعه البيزنس بتبقى عامله ازاي، حتى لو مش تفتح البروجكت بتاعك، بس ده هيرفلكت جامد على البروجكت بتاعك. ممكن برضو على فكره، يعني لينكد ان يا جماعه مش بس يا جماعه ان احنا بس ننزل انجازاتنا وبتاع، لا انتوا بعتوا كونكت مع ناس كتيره جدا within field and وبره الفيلد، يعني جوه المجال وبره المجال. سواء بقى ممكن يبقى بزنس ايفنت، بزنس بوت كامب، ستارت اب لشركات مختلفه. ف حتى لو انت مش عايز تفتح البيزنس بتاعك، او انت مش عايز تفتح البيزنس بتاعك شايفه ان دي هاسل مش هتدخلي نفسك فيها، بس ايه المشكله لما يبقى عندك بزنس سكيلز مع الريسيرش سكيلز؟ الاثنين دول مع بعض يا جماعه كومبو رائع رائع. كل اللي بيقدم على ار ان دي بيبقوا غالبا اغلبهم ساينتفك اكسبيرينس، بس اغلبهم قليل قوي اللي تلاقيه مقدم معاه بزنس اكسبيرينس. فانت حرفيا انت بتصطفي نفسك، انتوا بتصطفوا نفسكم. انا مش بس معايا ساينتفك اكسبيرينس، انا معايا بزنس اكسبيرينس.
بجد بجد يا جماعه، اللي معاه بيزنس اكسبيرينس جنب ساينتفك اكسبيرينس، انا ما شفتش حد معاه الاثنين دول وفشل في حاجه، الا طبعا لو حصل لا قدر الله ظروف او قدر ويعني ربنا ما وفقوش فيها. لكن اي حد بيزود نوليدج في الحته دي بالذات، لانه زي ما انا قلت لكم في البدايه، ما فيش شركه هدفها سامي وخالص للعلم. كل الشركات بتبقى عايزه فلوس، كل الشركات تبقى عايزه هي الترند، وهي اللي اب تو ديت دايما، وهي اللي بتبيع اكتر، وهي اللي مستحوذه على السوق بنسبه اكبر. كل الشركات عايزه كده، which مش حاجه وحشه، يعني هي مش حاجه وحشه ان الشركه تبقى عايزه كده. هي الشركه لو مش عايزه كده، انت هتصرف عليك منين وعلى الموظفين منين؟ ده شيء طبيعي. بس آه لازم انت كحد بتقدم يبقى معاك الاثنين دول. فخش على لينكد ان، اعملوا نتوركينج كويسه في الحاجتين دول. ممكن تقابل حد مباشر، شوف مين هنا في المجال ده ديفا او شاطر فيه، تابعه، اتعلم منه، شوف انت اتعلمت منه ايه، اكتب اللي انت اتعلمته. فدي نقطة مهمة جدا جدا، اللي هي لازم نعمل نتورك كويس. ثالث حاجة، اتعلم، دايما بحب اقول الجملة دي، اتعلم العلم بلغة البيزنس. لانه اوقات انت بتبقى الحاجة واو، بس اون برودكشن سكيل هي مش هتنفع. زي الحاجات اللي بيبقى فيها مايكرو بيولوجي اكتر، الحاجات اللي بيبقى فيها انكيبيترز، الحاجات اللي فيها نسبة الكونتامينيشن عالية، اغلبها بتبقى على لارج سكيل، بتبقى مشاكلها كتيرة والشالنجز بتاعتها كبيرة جدا. فلو احنا مش باصين للبيزنس، هيبقى اختراعات عظيمه عظيمه جدا، ولكن هي مش هتمشي في البيزنس في لارج سكيل، مش هتعرف تطلع بالكميات دي اصلا. وليكن نبات معين بيطلع زيت معين، الزيت ده بيطلعه بنسبه 3%. قلت واو، ده بقى لو جبت النبات ده بالكميات دي هطلع بقى زيت وهبيع. طب هات كميات واشتري واصرف. بعد ما اشتريت وصرفت، لقيت نفسك مطلع 10 كيلو بس، هتبيعهم لمين وانت اشتري اطنان من النبات ده؟ هتبيعهم لمين وبكام؟ وهتحتاج قد ايه؟ هتحتاج تجيب تاني قد ايه اطنان عشان تبقى، وهتبيعه بكام؟ انت لو جبت اطنان وليكن ب 10 مليون مثلا، وطلع لك الزيت مثلا هنقول طن مثلا، الطن ده تسعيرته في السوق 10 جنيه، لا اسفل 10 كيلو 10 جنيه، انت كده خسران. اذا ده اون لارج سكيل مش نافع، مش نافع خالص. فممكن الزيت ده بقى انت تعمله ايه؟ والله لا، ده الزيت ده بيطلع بنسبة 3%. طب ايه الويست اللي بيطلع بقى الناحية التانية؟ هتلاقي فايبرز مثلا. طب الفايبرز ده ممكن تدخل في ايه؟ دي النسبة الأكبر، دي البورشن الأكبر من البرودكشن بروسيس بتاعتك أو الريسيرش بروجكت بتاعتك. طب هعمل منهم اكس مثلا، هعمل منهم ازايز مثلا، اللي هو الحاجات اللي بتبقى سستينبل، علب وكوبايات وحاجات اللي هي بتبقى مستدامة، دي اللي هي بتبقى ديجريدبل. الحاجات دي تتباع بكام؟ وانا هصرف عليها كام في الانتاج؟ وطبعا في الانتاج انت بتحسب يوميه العامل والكهرباء والميه، بتحسب مرتبك، بتحسب مرتبات الباقيين، بتقسم القصه دي كلها على الايتم عشان تعرف الايتم هتسعرها كام. فالموضوع ما هواش فكره حلوه فيلا يلا تنفع على لارج سكيل. لا، مش كل الشركات، مش كل الافكار تنفع على لارج سكيل. فده اللي اقصده، انه لازم نتعلم بلغه البيزنس، لانه لازم اعرف ازاي بروجكت مانجمنت، ازاي ادير البروجكت اصلا، ازاي اكون لين ستارت اب. حتى لو انت مش هتبدا ستارت اب، بس اتليست يبقى عندك البيزكس، لان ده هتاهلك انك تبقى ليدر كويس كار ان دي. ازاي اعمل بيزنس موديل. ماشي، دي ممكن ما تبقاش قوي كار ان دي، بس ايه لو انت عندك البيز، انت هتساعد بتاع البيزنس موديل. فطبعا اي شركه انت هتقدم عليها هتقول لك ايه ده انت اتنين في واحد، يلا. فاهمين قصدي؟ هتوفر بقى عليه، بدل ما بتاع البيزنس موديل يروح لبتاع الار ان دي يقول له بص انا هقول لك انا عايز ايه ومش عايز ايه وانت تعمل لي كذا، لا تقول له والله انا فاهم انت عايز كذا كذا كذا، يقول لك تبداوا تتناقشوا، بالعكس هتطلعوا افكار مع بعض اكتر. فاهمين قصدي؟ تخش بقى، يعني لو انت عايزين تتعلموا بيزنس يعني كويس، في كورسيرا، يوديمي، اي دي اكس، عليهم كورسات مجانيه كتيره جدا يا جماعه. وفي اصلا كورسات على اليوتيوب كتيره جدا عن البيزنس، مش لازم يبقى يعني ايلون ماسك والناس الجامده دي، لا، بيزكس بسيطه بس نفهم الدنيا دي بتمشي يعني ايه بيزنس اصلا. تمام. ايه تاني؟ رابع حاجه بقى هي ان انا اخد الاكسبيرينس يعني من باقي الشركات. ده بره انك تخرج بره دايرتك، بمعنى انت خرجت بره دايرتك عشان تشوف المشكلات اللي قابلتهم ووقفت. لكن ان انا اخد الاكسبيرينس ده زي ما تقولوا ايه، اخد طعم السوق بايدي، يعني انزل بايدي السوق. يعني انا اشوف الشركات مثلا بنبيع
لارفا درايد تتاكل ياكلها الاسماك، اللي هي اللارفا المجففه، اللي هي الدوده المجففه، تاكلها محلات الاسماك. طيب الناس بتاعت الاكل بتاع الاسماك بتحط المنتج بتاعها فين؟ فبدانا ان احنا نجيب سمكه صغيره عندنا في البيت، وسالنا الراجل بتاع الاسماك المنتجات دي بشتريها منين؟ فنزلنا السوق، شفنا المشاتل، اسفه المحلات البيتس والحاجات اللي بيبقى عندها الكلاب والقطط، الناس دي بيبقى عندها الاكل بتاعهم. طب يا جماعه خدوا كده جربوا ده وقولوا لنا يعني الناس ايه رايها فيه. فبدانا يجي لنا مكالمات، لا ابعت لي كرتونه تانية. ايه ده الناس عجبهم؟ اه لا ده والله ده جالي وبيقول لي ده كانت ممتعه، والاطفال حتى بيشاركوا في الموضوع ومش عارفه ايه. فانك تنزل وتاخد خبره السوق. انت مش عايز تبقى خبير عشان تبدا، يعني ممكن تشتغل مثلا يعني انترن حاجه بسيطه، تجرب الحاجه دي انت بايدك، يعني تبدا بس فكره بسيطه. فده بيفرق ان انت تنزل وتجرب وتشوف وتسمع راي الناس عن المنتج بتاعك، لانه انت مش انت يعني انا دايما بحب ده. كنت في الاول ببقى مهووسه قوي بالفكره بتاعتي، وبحب قوي الفكره بتاعتي، ببقى شايفه ان هي اعظم فكره في الكون. بس مش صح ان انا او يجي لي هوس بالفكره بتاعتي، يعني لازم يجي لي هوس بالفكره بتاعت او براي الزبون بتاع الشركه، لان هو ده اللي هيشتري، هو ده اللي هيديك فلوس. فشوف هو عايز ايه ومش عايز ايه، ايه المشاكل اللي بتقابله، ايه الحاجات اللي مضايقاه في المنتج. مثلا منتجات الايفا مثلا، فمثلا ليب بالم اللي هم كانوا عاملينها، اللي هي زبده الكاكاو، كانوا عاملينها الروله بتاعتها بتطلع فبتكسر الليب بالم نفسه، فده رخم، ده ناس كتير جدا اتضايقت منه. طب يا جماعه ايه الاسهل لكم؟ والله لا اعملوه لنا في باكجينج زي بتاعه الليب جلوس كده، بحيث ان انا اطلع المنتج بس اللي انا هاخده، ما يحصلش كونتامينيشن. فبداوا يسويتشوا لحاجه زي كده، مش شركه ايفا، شركه تانية يعني. فده اللي اقصده، انه لازم تسمع الناس دي عايزه ايه، لانه هي الناس دي هي بتاخد الفكره الاساسيه بتاعت العلم بتاعك، ولكن بتستخدمها بطريقتها. وخد بالك يعني في مصر بنستخدم المنتج بطريقه، بره بيستخدموه بطريقه تانية. الجو هنا غير الجو بره، ظروف الحياه هنا والبادجت غير بره. هو ده بقى الار ان دي، ده دور الماركت ريسيرش، انه بيبقى عارف ازاي يوصل المنتج بتاعه للبلد دي، يخلي الناس اللي في البلد دي تستخدمه. لذلك هو بيدرس الناس في البلد دي، مش بس بيبعت المنتجات بتاعته وخلاص والناس تشتري. لا، في بلد مثلا زي مثلا كوريا، شركة عربيات كبيرة، الدعاية بتاعتها في كوريا مختلفة عن مصر، مختلفة عن أوروبا. كل شركة بتبقى دارسة الشعب اللي بتبيع له ازاي. فده اللي اقصده، ان انا عارفه ان دي هسل كبيره ما ندخلش نفسنا فيها، بس اتليست انت بتبقى عارف وانت بادئ البحث بتاعك انا رايح فين وشايف ايه. وده بيسهل عليك كتير على فكره، بدل ما تقعد تعدل وتصلح وتعدل وتصلح وتهدر فلوس وموارد. لا، انت من البدايه بتبقى عندك فيجن معينه، انا ببص لحاجات معينه كده عشان ابدا عليها، عشان ما اقعدش اعيد وازيد. فاهمين قصدي؟ ايه تاني؟ نيجي بقى لاخر خطوه، هي ان انا اخلي عندي مثلا ايه، قصه قصيره كده، او حدوته صغيره عن ازاي بدات الفكره بتاعتي، او ازاي البروجكت بتاعي بداته. يعني مثلا انت مثلا عندك فكره، فتخيل كده انت ركبت مثلا اسانسير مثلا، وده حصلت لي انا شخصيا، ركبتها مع حد غني جدا كان مستثمر، و... وانا ما اعرفش المستثمر. والراجل اللي معاه فلوس على فكره مش هيقول لك انا معاه فلوس، مش هيقول لك انه غني، مش هيقول لك انه بيزنس مان. هيسيبك تتكلم، وهيسيبك وهيقعد يسمعك، ولو دخلت دماغه هيبدا يفرش اوراقه بقى. اللي انا عايزه اقوله ان انت في اي فرصه متوقع، في اي مكان في العالم، ممكن في مواصلات على فكره تقابلوهم عادي، عربيته عطلت وركب مواصلات. ممكن يبقى دكتور، ممكن يبقى رجل اعمال عنده استثمارات في المجالات اللي انت مهتم بيها. فانت لازم تبقى عارف انت ازاي، اي حد في اي وقت تعرف تبريزنت الفكره بتاعتك وتريبريزنت نفسك بالطريقه اللي قدامك يوصل انت ده حد فاهم فعلا، ان ده حد قوي، ان ايفن حتى لو ده ناقصه حاجات، الحاجات دي لا بالخبره هيجيبها. فاهمين قصدي؟ وفي الغالب الشخص اي حد في الدنيا عايز يسمع فكره مختلفه عن اي حد، هو انت قدامك 30 ثانيه بس تقنعه. تمام؟ فانت بتبدا سريعا كده بتقول له انت مين، بتعرف تعمل ايه،
نفسك تروح فين؟ والله انا ايه محمد، زي ما قلت لكم كده، انا ار ان دي كو فاوندر ار ان دي سبيشال، مهتمه جدا بالمجال ده، اشتغلت على كذا وكذا وكذا، كانت مني ابحاث شغاله على كذا وكذا مثلا. ونفسي قوي اشتغل في المجال ده، لانه انا مثلا شايفه انه لو اشتغلت في شركه زي فلانه مثلا او اكس مثلا، الشركه دي شغاله في كذا، فبتهيألي لو انا ضفت ليهم لكذا هم هيساعدوني في كذا وانا اساعدهم في 30 ثانيه بس، مش هنرغي كتير. فاهمين قصدي؟ بس يعني الخلاصة بتبقى مهمة. فانت في البداية بريف صغير تاني، لازم يبقى عندي المهارات البحثية، لازم يبقى عندي العلاقات، وقلنا نجيبها منين؟ من لينكد ان، من الويب سايتس. لازم يبقى اخرج بره الدايرة بتاعتي، لازم يبقى عندي اكسبيرينس من حتى لو سمعية او بصرية، بشوف فيديوز، بشوف كورسات، بحضر سيمينارز سيشن زي دي. ولازم اكون جاهز جاهز في اي وقت في الشارع، ابقى مستعد اشرح فكرتي بكل بساطة. الراجل في الشارع اللي قاعد، او سواء كان عامل او ابسط حد في البلد، يقدر يفهمها. الناس ما بتسمعش الحاجات المعقده، فمش كل ما نعقد الدنيا الناس تعرف ان احنا فاهمين اكتر، بالعكس. يعني كنت دايما في اي سيشن، حتى لو يعني حتى لو قاعده مع ناس من educated جدا ورجال اعمال، بكل بساطه يا جماعه، احنا بنجيب الدوده، نهرسها، نطلع بروتين باودر وزيت. الزيت بيروح لمصانع الكوزماتكس، بروتين باودر لمصانع الاعلاف. هنوفر 30% من تكلفه الانتاج. تعملي ده ازاي؟ 1 2 3 4. اللي عايز بقى استفسارات يجي لي. 30 ثانيه. لكن بقى هنقعد بقى نتكلم وادخلهم بقى في ساينتفك ديتيلز. اصل نسبه البروتين كذا كذا كذا، والزيت اصل الزيت ده لو اتحط ب 2% هيأثر في كذا، والبرودكشن كل ما بنزق. هو ملوش دعوه بالقصه دي. فاهمين قصدي؟ دي بقى دي وصفتك انت في المعمل، اتصرف فيها. بس فهي دي الفكره، يعني ان انت بتحاول تنتجريت نفسك مع البيزنس برضو، لانه البيزنس مهم جدا كحد ساينتفك. الاثنين ما ينفعش ينفصلوا من بعض من وجهه نظري يعني. حد عنده سؤال في السلايد دي؟ انا بس مش شايفه، فاللي رافع ايده ممكن يتكلم على طول. طيب يعني مفهومه الدنيا تمام ولا ايه؟ طب انتوا نمتوا؟ طب انا صوتي واضح؟ طب اي حاجه. أيوة معاكي يا دكتور، صوت حضرتك واضح معاكي. طيب يعني مفيش اي اسئله؟ الدنيا تمام هنا؟ طيب ندخل على السلايد اللي بعدها. آه بصوا يا جماعة، أي أفكار جديدة في أي مجتمع، بجد في أي مجتمع في أي مجال، لازم يبقى فيها ار ان دي. الار ان دي هو حرفيا، يعني أنا بجد شايفة إن ده أدق وصف. هو القلب بتاع الاقتصاد. هو ده، يعني هو ده اللي بيخلي فيه فلوس في الشركة، هو ده اللي بيخلي فيه فلوس وإنتاج وعجلة بتدور، لأنه من غيره العجلة هتقف. وده شفناه في نماذج كتيرة لشركات كتيرة جدا. فاللي بيخلي الشركات فعلا قادرة تنافس هو الار ان دي. فليه هو القلب واكتر حاجه يعني مهمه في اي شركه، او اكتر ديبارتمنت مهم في اي شركه. زي ما انا قلت، هو اللي بيدي الابداع، هو بيبقى فيه انوفيشن، هو اللي بيخلي لا يا جماعه خدوا بالكم هنا في حاجه، نسويتش نغير، لا ضيف كذا، شيل كذا، حط كذا، بناء على ساينتفك بيز وبناء على ماركت اكسبيرينس. لازم الاثنين دول. تاني حاجه مهمه جدا هو الايكونوميك جروس. البحث العلمي مش بس، يعني مش بس انا بكتشف فخلاص الدنيا تمام يلا بقى بينا نوبل، لا، ده كمان لازم يشغل. هو لو حاجه مش طلعت بحث علمي مش هتشغل حاجات قدام ملهاش لازمه. كل منتج جديد لازم يطلع ويشغل مصانع ويشتغل في التصدير وتطلع منه شركات. لازم 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 يبقى فيه انوفيشن، ولازم يبقى العجله بتدور، ولازم يبقى فيه فلوس داخله وفلوس خارجه، وفي نت بروفيت، لازم يبقى فيه مكسب. ولازم احنا كناس شغاله في الار ان دي او في البحث العلمي، لازم نبقى عارفين انه ما ينفعش اقول ايه لا ده هاي كواليتي فيلا نبيع. مين قالك الناس عايزه تشتري هاي كواليتي اصلا؟ مين قال؟ يعني مين قال ان الناس عايزه تشتري ازازه ميه معموله بميه محطوط عليها غلاف ذهب؟ ما حدش عايز يشتري ازازه ميه. هتبيع ازازه ميه، الناس مش فارق معاها الغلاف شكله عامل ازاي والوانه عامله ازاي. فاهم قصدي؟ فمش لازم الحاجه تبقى 100% بيرفكت، لانه اوقات هي 100% بيرفكت الناس مش عايزاها بيرفكت.
الناس مش عايزه الحاجه بيرفكت. فمهم جدا 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 انه نبقى مدركين نقطه الفلوس دي ونحطها في الحسبان. تالت حاجه هي الجلوبال كومبتيتيفنس. لو عايز اي شركه عايزه تنافس وتاخد حصه من السوق وتاخد جزء من السوق، لازم تطور منتجاتها. لان احنا دايما دايما البحث العلمي ما بيوقفش. مفيش شركه بتقف يوم من غير بحث علمي. لو وقفت يوم خلاص هي شركه وقفت. لازم يبقى في تاسكات ديلي بتتوزع، والتاسكات الديلي دي بيبقى فيها جزء ديفلوبمنت اصلا، مش بس ان احنا بنشوف الدنيا ماشيه ازاي، لا ده في جزء ديفلوبمنت، مش بس هنقف على الموجود في السوق. فلازم لو يعني اي حد بجد، اي شركه عندها ار ان دي محترم، هتلاقوها بتشارك بشير كبيره جدا من السوق، وبتشارك بشكل تنافسي قوي جدا. مثلا كان في كوريا الجنوبيه، كانت من اكتر الدول بتستثمر جدا في الار ان دي بتاعها. يعني كان اكتر يعني اكتر تقريبا من 5% او 4 تقريبا في المية كان من دخل قومي للبلد الار ان دي، ودي على فكره نسبه كبيره جدا. فطبعا احنا شايفين بقى سامسونج وهيونداي، يعني ما شاء الله عمالقه يعني. فطبعا الشركات البلاد اللي بتستثمر في الار ان دي بيطلع منها شركات بتنافس في السوق بحاجات ومحدش يقدر ينافسها بعدين يعني. رابع حاجه طبعا هي البروبلم سولفينج. اي علم مش رفاهيه، وانا قلتها كتير قبل كده، مفيش علم رفاهيه، مفيش علم بيطلع كده رفاهيه لله وللوطن. لا، ده وسيله اصلا ان الانسان يبقى فيه بقاء ويبقى فيه حضاره ويبقى فيه سرفايفل. فمن اول بقى نجاح كورونا لحد السولار بانلز والطاقات المتجدده، الار ان دي هو حرفيا اللي بيخدم الحياه كلها، هو اللي بيحرك الارض نفسه. عشان كده بقول عليه هارت اوف ساينتفك اند ايكونوميك جروث، هو بروجرس. تمام. طيب يبقى الخلاصه الار ان دي افكار. اول ما تيجي في دماغي ار ان دي، افكار جديده، اقتصاد، فلوس، نقدر ننافس، حلول في معمل. تمام، ده كده الار ان دي.